مشاهدينا الكرام، في هذا اللقاء الأستاذ أسامة بدوي الشاعر وعضو ندوة فضفضة بكرمة ابن هانئ. أستاذ أسامة، أهلا بك معنا في هذا اللقاء. من هم أعداء الوطن من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو دائما الإنسان الناجح أو دائما بيبقى ليه أعداء، ولكن دائما الأعداء يتصيدون الأخطاء، فيعني هم دائما يتصيدون الأخطاء إذا ما وقع شيء، فزي ما كما يقولون انهم يصطادون في الماء العكر، فهم يقفون دائما لنا بالمرصاد، ودائما عندما ينتظرون منا ان التهالك او نمزق بعضنا ببعضنا. ولكن انا اعول على التيار الاسلامي بانه الدين يفرق لا يجمع. دائما الدين يفرق، الدين يجمع لا يفرق. الدين يجمع، اساس الدين انه يجمع لا يفرق. فانا عندما اجد حدث من الاحداث المفروض ان انا ما صعدش، المفروض ان انا احاول ألملم كل الاطراف على مائده حوار، وانظر الى الموضوع بنظره المصلحه الوطنيه، لا لنظره لا لفصيل او لنظره الحزب سياسي، ولكن انظر الى سفينه الوطن كي تمر وتعبر بسلام الى بر الامان. طيب، افضل استاذ اسامه، يعني عنوان هذا المعرض هو حوار لا صدام. يعني هل من كتاباتك ما يقترب من هذا المعنى؟ يعني نتحاور، لا نتقاتل. يعني هو معايا نص اسمه لا شيء يحدث. لا شيء يحدث. فبقول لا شيء. تقصد انه انت مللت في الجمود والانتظار. بالضبط. تفضل. لا شيء يحدث. لا شيء يحدث. لا شيء بقريتي يحدث. لا شيء يحدث من جديد. الوقت مر والساعة تخلو من ولي، ورصاصة الصمت التي تقطع حبل الولي تعيد في المكان الجمود للجمود، والشمس تبقى في الغروب لا تعود. لا شيء يحدث من جديد. نفس القطار القديم الذي يأتي بلا أي زمن، يمضي بلا أي زمن. نفس أعمدة الإنارة في الشوارع يأكلها كل يوم الصدى. مكسورة اللمبات لا يوما تضيء. نفس إشارات المرور لا ترى من بعيد. لا شيء يحدث من جديد. لا شيء غير تفاقم الأزمة. الأطفال في كل عام يولدون موتا، وكذلك يحيون في كل أيامهم جوعا. عيشهم خبز من حرمان. فتيات الخدر قد صارت إلى المشي. أعواد سنبلات تخلو من ثمار. أوجه تاهت في كل الوجوه. أوجه تبدو كالأيام في مرها. قد ملها التكرار. حتى نساء قريتنا حبلى في نفس التكرار. حتى نساء قريتنا حبلى في نفس التكرار. استاذ اسامه، بتشوف المخرج او يعني ازاي تبقى العلاقه بين الادب وبين السياسه، او حتى كيف يعني يساعد الادب في الخروج مما نحن فيه؟ هو دائما الادب على مر العصور دائما العين الثاقبه التي ترى الاشياء او ما هو مقبلين عليه، والفن والشعر والشعراء ليسوا بمعزل عن واقعهم، ودائما يرصدون الواقع وبتحليلاتهم النفسيه والصور والمعاني التي يقدمونها في قصائدهم واعمالهم. فهي خير رؤى وخير ما يبصر بما ستقدم عليه الايام. ورأينا من اعمال امل دنقل زي زرقاء اليمامه وغيرها من هذه الاعمال التي تبشر وتدفع الى هذا الاتجاه. في الحقيقه وفي امور كثيره جدا دائما. وعلى اي حال هاخد بقى اختيار ليك استاذ اسامه من اعمالك، يعني ماذا تختار لنا؟ انا اختار اهات الضحكات. نعم، اهات الضحكات. نعم. القصيده بتقول: اضحك واملأ قلبك بالضحكات، لكن لا تنسى من قتل ابنك في الطرقات وأذل أباك، من زرع بكل تراب بلادك أشجار أساك، من أطلق كل رصاص القهر في عين رؤاك، وقذف قنابله في كل مكان أرداك، واغتال رحيق الزهر وكم مفاك، وقتل معاني الطهر. إياك بأن تنسى، إياك. هل تنسى؟ أحسب أنك لن تنسى، فصب عليهم كل اللعنات. بعدها اضحك واملأ قلبك بالضحكات، على من صاروا نخاس العصر، لصوص الزمن القادم، تجار الزمن الآتي بآيات الله، من سرقوا الحلم وقتلوا نشوى الظفر، وعبثوا بضوء الفجر، ونشروا سنن القبح على كل الصفحات، من يديرون بلادهم بالصفقات. بعدها اضحك واملأ قلبك بالضحكات.
وشكرا. يعني شيء مؤلم جدا ان ما زالت هناك صفقات تعقد، ومع الاسف الشديد يعني ظننا جميعا انه ربما لا نجد فساد جديد، لكن الامر لم يتضح حتى الان. عندك قراءه لفكره الفساد اختفى ولا لسه موجود؟ لا، هو انا شيء يهمني اكتر اجابه من الاستاذ اسامه وبعدين ارجع لك في فكره. شايف ايه الايجابي في المشهد؟ يعني ايه الكويس؟ فكره اننا فعلا بدانا نعرف، بدانا نتكلم، بدانا يعني نغير افكارنا للافضل، ولا احنا في اي مرحله يا استاذ اسامه؟ يعني انا شايف ان الثوره قدمت بسقوط النظام ده شيء جميل جدا وما كناش نتخيله. نعم، النظام السابق. النظام السابق نعم. فتحت افاق جديده على الحريه وعلى التعبير وعلى ابداء الراي واستعراض وجهات النظر، ده شيء اجمل واجمل. لكن المفروض بعد الثورات ما بتنتهي، الثوره لما بتقوم بتفكك. المفروض بعد ما الثوره تنتهي وبرحيل النظام بيبدا عمليه كما تجميع. كانت تقول الحكمه دائما، فكره ان تقود وانت في الهزيمه، ربما الاصعب هو ماذا بعد ان تنتصر. ماذا بعد أن يعني تنتصر. انتصرت، هتعمل ايه بعد كده؟ بالظبط. الثوره قامت واسقطت نظام. تجميع ما فكك. نعم. طيب استاذ خالد، استاذ اسامه، يعني هي كلمه اخيره، عندنا دقيقه واحده، لك 30 ثانيه، ربما رساله، ربما كلمه تقولها في ختام هذا اللقاء. انا كنت عايز اقول قصيده غزليه بصراحه. لا، نعم. ينفع في الوقت ده في هذا الظرف؟ في هذا الظرف يعني اتفضل. باعتبار بس عشان نخرج من اتفضل. الحاله. اتفضل. فكنت بقول قصيده اسمها عجبا، تقول عجبا 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 اني احبك لا اعرف يوما سببا، منذ اللحظه كنت الهدف، منذ اللحظه قلبي اظهر ما اخفى، ورمى في عين الحب لغما ينسفني نسفا، ضم بقايا اجزائي من لي بهواك إذا غبت أناديك يقظان كنت وفي نومي، قد سرت بأوردتي، قد سرت بشرياني، حتى أصبت مني فؤادي، أمسي والوحشة تأكلني، أصبح والغربة تصفع وجهي، لملامح أبدا لم أنساها، قسمات نقشت في عقلي، لم يبقى منها إلا أساء حزن هو كل حصادي، أجوب شوارع قريتنا كي أبحث عن بيتي، وأظل من الدوران إلى الدوران، أسمع صوتا من إنسان إليه يشير بيتك ذاك، أخجل من نفسي، أوقفت حياتي عن السريان، من دونك عاد لساني للهذيان، إن يوما عدت إلى النجوى كي أدعو الله لكي أشفى، يسألني عنك فؤادي كأنه يوما لم يبلى، عجبا 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 إني أحبك لا أعرف يوما سببا. نعم. شكرا ايضا مشاهدينا في ختام هذا اللقاء لضيفنا الاستاذ اسامه بدوي، الشاعر وعضو ندوه فضفضه بكرمه ابن هانئ. شكرا جزيلا استاذ اسامه. شكرا لك. شكرا لكم ايضا مشاهدينا الكرام. كنا مع حضراتكم في رحاب معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته رقم 44 تحت شعار حوار لا صدام. ضيف شرف المعرض هذا العام هي دوله ليبيا الشقيق. يعني نحن ندعو لمصر ان يحفظها المولى سبحانه وتعالى ويحفظ شعبها، واحنا علينا ان نفكر قبل ان نفعل اي شيء، هل هذا لصالح مصر ام ضد مصلحه مصر؟ نتمنى ان نجتمع كلنا لصالح هذا الوطن، مش محتاجين دماء جديده تنزف على ارض هذا الوطن الغالي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمه الله